فوصل ذلك إلى أسماع أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فبدأ بإرسال خالد بن الوليد وبعض من الصحابة الذين معه إلى أرض العراق لبداية الرحلة الطويلة، وليست الطويلة، إنها قصيرة مدى السنين لكن طويلة بالاجتهاد وإعداد الخطط وخوض المعارك، وكل معركة تذهب أيام وأشهر، ولكنها ليست طويلة لأنها خلال تقريبا 12 سنة و14 سنة قام المسلمين بتحرير الشام والعراق من أيدي الروم وكذلك من أيدي الفرس. وما يخفى على أحد أنه معركة اليرموك اللي صنع المناجيق حتى يدكون أسوار دمشق هم النصارى العرب اللي كانوا ساكنين بدمشق، لما رأوه من ويلات من الروم، وكذلك اللي ساعد المسلمين يعني كانوا دليلين المسلمين بأرض العراق هم أهل العراق، يعني كان هم اللي يدلون المسلمين وهم اللي يعطوهم المناطق ويعدون الخطط ويرسمون الخريطة آنذاك. بدأ المشروع التحريري الكبير لأرض العراق من براثن الفرس الذي ملأوا العراق فسادا واضطهادا لأهله حتى خاضوا المعارك. فبدأ خالد بن الوليد بتحرير الأرض بعد الأرض، ثم وقعة بعد وقعة، حتى أرسله أبو بكر الصديق رضي الله عنه بخالد ليذهب إلى أرض الروم، فقال مقولته الشهيرة: لأنسين وساوس الروم بخالد، لأنسين الروم وساوسها بخالد. فذهب خالد إلى الروم وخاض معركة اليرموك وانتهت بانتصار المسلمين، ثم رجع إلى العراق ليخوض معارك العراق، وبدأ بفتح الأرض حتى وصل إلى منطقة، حتى خاض معركة ذات السلاسل، حتى قام هرمز بربط جنوده، لأن الفرس المجوس هؤلاء يعني يعبدون النار وما يعني متعودين على الحياة الرغيدة، ما وقعوا بجيش أشداء مثل العرب المسلمين سابقا، يعني أبدا نهائيا. يعني كانوا معاركهم مع الروم يعني بذاك الوقت معارك أطفال، يعني بالأخير تنتهي بسلم أو كذا، لا ينتصر أحدهم على الآخر. لكن الآن عدو جديد، عدو ثابت الأقدام، عدو غليظ، عدو ذو عقيدة. ذهب جيش المسلمين ولم يخبروا يعني ما اختبروا أي معارك شديدة ضد الفرس. يعني اللي ثبت العرب المسلمين هم يعني المناطق الحارة الشديدة والعيش الصعب اللي كانوا يعيشوه العرب. حتى قال خالد بن الوليد عندما كان قريش تستهزئ بالنبي عندما يقول للمسلمين يعدهم بالروم ببلاد الشام والعراق وهو لا يأمن من نفسه علينا، فقال خالد: نحن العرب إذا ما اجتمعت كلمتنا كنا أشد الناس في الحرب وأصبرهم على الحصار وأشدهم في الجوع والعطش. فتحققت مقولة خالد بن الوليد تاريخيا في وقعة ذات السلاسل، عندما قام هرمز بربط جنوده بالسلاسل لئلا يثبتوا في المعركة. فتقدم خالد بن الوليد إلى الفارس، أو تقدم هرمز ومعه شخص يقال إنه من أنساب هرمز إلى
إلى خالد إلى المعركة ليتحدى المسلمين. من يخرج منكم؟ عموما اكو لفتة تاريخية بهاي المسألة. خالد بن الوليد راد من أبو بكر الصديق رضي الله عنه إمداد، فبعث له رجلا واحد، فقط واحد، فكتب إلى خالد: بعثت لك 1000 رجل. من هذا الرجل؟ هو القعقاع بن عمرو التميمي. يقال أن صوت القعقاع في الجيش ب1000 فارس. فذهب القعقاع وشارك في الحرب، فبدأت المعركة. هرمز ضد من؟ يتآلف المسلمين. من يخرج لي من يخرج لنا من المسلمين؟ فخرج لهم خالد، خرج لهرمز خالد، فتجاذبا بالسيوف، فقام خالد فقتل هرمز. فجاءت حامية من حاميات الفرس، يعني شوف الغدر، ديدن الفرس المجوس الغدر، هجمت على خالد بن الوليد، فقام منو فزع الخالد؟ أكيد العظيم القعقاع بن عمرو التميمي فزع الخالد. فقام خالد والقعقاع بقتل هذه الحامية التي تعد من 3 رجال إلى 4 رجال، أبادوهم، وقتل هرمز. فبدأت المعركة. عموما انتهت المعركة بانتصار المسلمين، وهذه كانت الوقعة التي أضعفت الفرس، وبدأت بإضعاف الفرس. ثم ماذا؟ قبلها وقعت معركة الجسر. معركة الجسر اللي خاضها المثنى بن حارث الشيباني. كان هنالك جسر يفصل بين المسلمين ويفصل بين الفرس، فكل منهما يقول للثاني اعبر لي، فعبر الفرس إلى المثنى، فقام المثنى بضرب الفرس بهذه المعركة وأبادهم عن بكرة أبيهم. ثم معركة خسر فيها المثنى، وهنا قام بطلب النجدة من أبا بكر. ثم ذهب خالد بن الوليد ليخوض معركة ذات السلاسل التي انتصر فيها المسلمين نصرا مؤزرا. ثم الآن نتكلم عن القادسية. في زمن عمر بن الخطاب الخليفة الثاني رضي الله عنه وأرضاه، قام عمر بن الخطاب بإبدال خالد، بإعطاء القادسية إلى سعد بن أبي وقاص. يعني كان القائد سعد بن أبي وقاص، لكن كالعادة حنكت سعد بن أبي وقاص في المعركة، ثم أمده بجيش من خالد بن الوليد. يعني كان خالد بن الوليد في الشام، يعني ذهب إلى الشام. شوف رجل، يعني رجل يقاتل هناك ينتصر، ليأتي إلى المسلمين في العراق لينصرهم، ثم يرجع إلى الشام لينصر المسلمين في الشام. ما قائد عجيب غريب، ما خاض معركة إلا وانتصر بها. ثم دارت المعركة بين القادسية بين سعد بن أبي وقاص، وكان قادة الفرس يقال له الهرمزان. هناك هرمز، وهذا الهرمزان اللي هو كان يعني من قادات الفرس العظماء. فدارت المعركة، فكانت المعركة يعني حادة جدا، يعني يوم للمسلمين ويوم للفرس. يعني كانت المعركة شد وجذب. فطلب سعد بن أبي وقاص تعزيز من عمر بن الخطاب، فأرسل له خالد. فقام خالد بحنكة العسكرية بتقطيع الجيش 3 قطع. المقدمة تذهب، لكن شنو هذه المقدمة؟ بالأحصنة تسوي يعني تراب، تطلع تراب كأنما هم أعداد مهولة. ثم بعد
يعني في وقت معين بين المقدمة الأولى ثم بين الوسطى اللي هي الجيش النوب الثانية. النوب الثالثة كانت بينهم أوقات، وكلهم هم يذهبون ويطلعون تراب كأنما جيش لا نهاية له، مع العلم هم أعداد قليلة، يعني حتى لم يكون ذلك التعزيز القوي الذي يعني يجابه أعداد الفرس، أو على الأقل يكون أكثر منهم. فهذه كانت لها وقعة. ثم ماذا استخدم الفرس في معركة القادسية؟ استخدموا الفيلة، يعني عندهم فيلة، وهذه كانت أذت المسلمين كثيرا. يعني هذه الفيلة قامت بأذية المسلمين كثيرا. من برز لهم كالعادة؟ القعقاع بن عمرو التميمي. القعقاع برز سلام الله عليه رضي الله عنه وارضاه، برز له لهذه الفيلة، ثم ذهب إلى الفيل. أكو فيل أبيض هو القائد مال الفيلة، يعني هم مدربينه هذا الفيل الأبيض على مود تصير قيادة الفيلة موحدة. فهذه الفيلة، فذهب القعقاع على الفيل فصعد على ظهره فقتل الذي فيه، ثم ضرب عيني الفيل، يعني ضرب أعين الفيل، فقس عينه. واحد طشرهم نفس ما اليوم واحد صدري أو 3 طشروا حزب الدعوة، سواهم طشارة ما لوالي. يعني هنا كانت هي هاي النقطة الفاصلة بالمعركة. يعني بعد ما تاهت الفيلة وانقضى هي ورقتهم الرابحة، هنا بدأ المد الإسلامي ليغزو الفرس، فذهبوا، فصارت تقدم على الفرس كبير جدا. فانتهت المعركة بأسر الهرمزان وقتل قائد ثاني، وقتل رجل، وأسر قائد ثاني، قائد ثالث. وهذا القائد هو الذي جاء بالعبد الذي يسمى أبو لؤلؤ المجوسي الذي قتل سيدنا عمر بن الخطاب. فهنا كانت يعني بس قبل ما تنهي المعركة، ايش قد جابوا نسوان من أمراء الفرس؟ عافية مهم، هذا شيء مهم. صارت يعني فتح المدائن، فتح العراق بالكامل. هاي بعد ما فتحت قصور فارس بالمدائن، أسرت بنات كسرى، وهن أعتقد وحدة اسمها شهريار أو شهربان، اللي تزوجها سيدنا الحسين رضي الله، اللي منحها عمر بن الخطاب إلى سيدنا الحسين. ويعني 3 من بنات فارس، ناهيك عن سبي المقاتلات. ألف عافية على قلبك يا الحسين، ألف عافية عليك، تستاهل. هي تريد تريد لها واحد عربي أصيل. هي رايدة، هي تآمرت عليه بعدها. لا 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 يا أخوة، أول شيء إن ذني أسلما وذني يعني زوجات الصحابة، فما يجوز التكلم عنها. والله العظيم. خلينا الآن نتكلم عن الموضوع بصورة عامة، يعني ما يجوز. يعني هاي أبرز الأمراء، أبرز بنات شهزنان بالضبط، جابوهم وأسلموا. فهنا تم القضاء على دولة استمرت لقرون ولسنين، مئات السنين. وهذه الدولة الفارسية لم تخسر معركة واحدة في تاريخها مثل الذي خسرتها مع العرب المسلمين. معركة واحدة من معارك الفرس. ألف مبروك. يعني في كل معركة يقال إنه تم قتل، صلي على محمد وعلى آل محمد، تم قتل من الفرس آلاف مؤلفة، يعني 70,000 في معركة ذات السلاسل. يقال أنه 85,000 في معركة القادسية. وفي هذه في القادسية قتل 8,000 مسلم فقط استشهد. وفي المعركة الأولى أيضا استشهد عدد قليل من المسلمين. احنا جاي، أنا أتكلم حاليا عن قصة من قصص التاريخ.
اللي هي عندما كان الفرس مجوس. نعم. بعدين بلاد فارس، طبعا هاي المعلومة يمكن ما حد يدري بيها، بلاد فارس أصبحت تتكلم باللغة العربية. يعني الغريب بالموضوع أن الفرس كانوا الأكثر قبولا للإسلام من العرب، وهم الذين كانوا يقلدون العرب في الملبس وفي اللغة، وهم الأكثر تقبلا للحاكم العربي، لأن هم عصرهم كان يعني الفارس الحاكمهم كان يمأذيهم يعني. لذلك أصبحت هواي دول يعني من بلاد فارس من تحررت تتكلم باللغة العربية يعني. حتى يقال إنه بلاد ما وراء النهرين اللي هي إيران حاليا، إنها يعني صارت لها لغة، يعني رجعت إلى لغتها الحالية بعد إسماعيل الصفوي. اللي هو رجعها إلى اللغة الفارسية، لكن هم تعلموا اللغة، حتى كانت يعني تعاملاتهم وكذلك رسائلهم في اللغة العربية، واكو شواهد تاريخية يعني تثبت هذا الأمر. هذه كانت رحلة المسلمين في فتح. طبعا للي ما يعرف، عافية اللي ما يعرف، الفرس كانوا أشد من الروم يعني بالقتال. صح هم جبناء وأجبن من الروم، بس كانوا أشد، لأن كان العراق هو يعني المناطق، العراق وما بعد العراق هو شيء مهم استراتيجيا، مو مثل الروم كانت تتحصن بعيدا بالقسطنطينية، وكانت محتلة أرض الشام وغيرها من الأراضي العربية. كانت مع المعارك ضد الفرس معركة بقاء للدولة الفارسية، فكانت معارك شديدة جدا. يعني المسلمين الذين لاقوه من الفرس ما لاقوا من الروم، وكانوا هم يعني الفرس بالرغم ان هم اجبن من الروم، يعني خلص انقتل القائد، تفرقت الفرس وانتهى الجيش بالكامل. بينما في معركة تبوك، وهي معركة من معارك المسلمين ضد الروم، قتل من المسلمين 4 قادة. 4 قادة، في كل مرة يقتل قائد يمسك الراية القائد الثاني، حتى مسك خالد بن الوليد وسوى أعظم انسحاب عسكري تاريخي بطعم الانتصار، وهو كان مجرد 3000 مسلم ضد 100,000 ويقال 200,000 من الروم. سوى أعظم انسحاب، ويقال انه بانتصار. يعني الان حتى يدرس بالمدارس العسكرية يعني فالمسلمين بس لو تعطينا يعني بموجز دور ابو القعقاع في معركة الفيلة. القعقاع هو السبب الرئيسي في انتصار المسلمين في معركة القادسية. لا يخفى حنكة سعد بن أبي وقاص، وكذلك خالد بن الوليد بإمداده، لكن كانت القعقاع هو الرجل العظيم الذي كان الذي رأى يعني بحنكته العسكرية وقتال المتعدد للفرس، رأى أن انتصار المسلمين يتم بقتل الفيلة. يعني الفيلة بمعركة القادسية المسلمين لاقوا منها عنة شديدا، يعني كانوا حيل متأذين منها. بكل مرة يتقدم المسلمين على الفرس كانت الفيلة ترد، والفيلة ترجع المسلمين، والفيلة تغزو المسلمين، هكذا يعني. كان الفيلة هم اكو بيت له يخلد يعني هاي الواقع، بيت شعري للقعقاع، اذا تعرفه. والله ما أعرف لا. تفضل. بس يعني هو أعتقد يعني هو القعقاع يعني هو يعني من طلب إمداد وأرسل له شخص واحد، القعقاع فقط،
يعني هذا يجعل أنك ترى أنه هذا الرجل مميز، يعني مميز جدا. السلام عليكم. هذا الرجل. عليكم السلام. أستاذ الحارث، ممكن أسألك سؤال؟ يعني أنا بصراحة شفته يتردد عند هواية من يعني خلينا نقول الناس المهتمة بالتاريخ وهاي الغزوات اللي كانت تصير. شفت كثير منهم أصلا ينفون وجود شخصية يعني اسمها القعقاع. سمعت السؤال لو شنو؟ اي سمعت. لا هاي والله ما اعرف يعني اكو شيء يعني هو نفي التاريخ الاسلامي مثل ضرب الجبال. يعني انت ايش قد ما تضرب الجبل ما راح تاثر لا عليه. لا عزيزي، انا ما دا احكي على التاريخ الاسلامي، انا دا احكي على شخصيه ما القعقاع. اي مساله، مو انا راح يعني انا ليش قلت التاريخ الاسلامي يعني ككل؟ لان هو انت هذا شخصيه هاي مثل الشخصيه القعقاع جزئيه يعني مقريه موجوده لها شواهد مذكوره بالكتب. إلى نعم بيت نعم إلى طبعا. قصائد يا استاذ نعم شريف، بس القعقاع أذان الان عنده نسل، يعني عنده ابناء يعني موجودين بالسعوديه يرجع نسبهم للقعقاع. وكذلك عندنا بالعراق. اللهم انا ذاك اليوم قرأت عن عشيره هي يرجع نسبها للقعقاع. يعني هو نسيت القعقاع اسمها. تميمي مو؟ نعم تميمي، لكن اكو الان عندهم فخذ نعم. كامل هو من القعقاع، بني هو تميم. تميمي من منطقة يعني يقال لها شقراء أو شيقر. زين شنو مدى صحه الرساله اللي دزها ابو بكر الخالد من قال له ارسلت لك القعقاع بدري شنو يعني؟ نعم هاي يسوى جيش صحيح. كامل ما ادري. نعم القعقاع رجل يعني هو كان معروف في قريش انه هو رجل شديد ومقاتل وشجاع، وكان يعني ذو بأس، يعني كان معروف عند المسلمين يعني. ومعاركه اللي خاضها ضد الروم ايام الرسول بتبوك وغيرها تشهد لهذا الرجل هو العظيم. تقريبا نسخة من عمر بن الخطاب، يعني هو بداية كان ضد الرسول، بعدين أسلم، بعدين أصبح من القادة، هاي أقرب شيء له يعني. بس هو ما قاد معارك منفردا مو الحارث؟ يعني ما دخل معركة لا هو قائد كان شجاع منفرد. بالمعركة، كان شجاع بالمعركة، بس هو مو قائد عسكري. يعني مثلا هسه اكو لا رجال شجعان مثلا. تذكرت الرسالة، جيش فيه لا فيه القعقاع لا يهزم أبدا يمكن يشي. لصوت القعقاع في لخير من 1000 رجل، وكذلك جيش فيه القعقاع لا يهزم. اعتقد اكو حديث نبوي، هو هذا حديث عن النبي يعني او عن الرسول. القعقاع يعني كان أتوقع له مقولة دور لأبو يعني بكر. في طرد الفرس من المنطقة العربية يعني، وفتح بلاد فارس باختصار. مو الحارث؟ هي طبعا هم يعني هو كان حلم العرب، يعني كان حلم العرب آنذاك. يعني أول ما أنشأ الرسول دولته بالمدينة المنورة كانت تصل له رسائل من قبائل العرب، يعني حتى عرب النصارى وغيرها. هاي موجودة شواهد تاريخية أنه أنجدونا من هؤلاء، يعني أنتم الآن عرب وصارت لكم شوكة وحصلتوا. فكانت تعد العدد من أيام الرسول. يعني الرسول أرسل عليه الصلاة والسلام أرسل أسامة وكان عمره آنذاك 16 سنة. أرسل على أو 18، وقال إنه 18 الله أعلم، يعني 18 16. أرسل على جيش فيه خالد وفيه أبو بكر وفيه عمر، وهذا الجيش كان ضد الروم وخاض المعركة لكن هو حط على الجيش، لكن توفي الرسول، يعني ما أتم الاستعداد. ثم جاء أبو بكر الصديق وأرسل أسامة. فهي كان حلم تحرير العرب من براثن الفرس منذ عهد الرسول، كانت تصل له رسائل. شيخ حارث، خليني أشغل لك فيديو تسمعه ويانا، إنه شلون أحد المشايخ يقول ماكو شيء اسمه فتوحات.
ويقول والله لك اول شيء اني مو شيخ، اني احب التاريخ حالي حال استاذ الاخوه. حارث، اسف. ايه افضل اي صار. راح اسمعك فيديو اشوفك احد المشايخ شو يقول وراح نسمع. والفتوحات اللي صارت بزمنهم، الدليل انه جيش المسلمين قاتل وياهم باعتبار اكو فتوحات كانت سابقه ما صار لها 20 30 سنه زمن الرسول. يقدر اي واحد من الخلفاء، اي واحد وين اكو فتوحات بزمن الرسول؟ لا شلون ماكو فتوحات بزمن الرسول؟ يعني ماكو فتوحات بزمن الرسول. شلون ماكو فتوحات؟ يعني فتح خيبر هذا مو فتح؟ حبيبي ذولا هم حاربوا الاسلام، راح حاربوا بغض النظر عن الاسباب شيخ فلاح. شوف انت فرق شنو الفتوحات يعني جهاد هجومي، يعني ناس قاعده ببيوتها وتطب عليهم اسلم تسلم لا قتلك لا تدفع جزيه. اما اذا اجى واحد يحاربني هذا الجهاد الدفاعي هذا لا يحتاج. هذا اغلب معركة حنين اللي حبيبي ماكو بزمن النبي ماكو فتوحات. لا خلينا نخدمك، هي مو عزة ولا طارت شيخنا، بس اسمعني. معركة حنين اللي قاتلوا بها المسلمين بزمن الرسول ويا الروم، اللي بها رسول الله تركوا اصحابه، وعندنا بروايات الشيعة بس علي بن ابي طالب اللي وقفنا المسلمين لا ويا الروم ويا بني العرب محمد يابا ويا الروم. معركة حنين الله بالقرآن يقول غلبت الروم وانهم بعد غلبهم سيغلبون. وين هاي يعني قصد انه اكو فتوحات بالروم بزمن رسول الله. هاي نزلت بوقتها هاي الايه. ما يخالف عزيزي، اذا اكو بزمن رسول الله فتوحات لو لا؟ اي نعم اكو. خلاص شلون تقول لي ماكو؟ هاي تعتبر بس الشيخ يقول لك علي المسألة يا أخي أنا ما دا أناقش يا أستاذ محمد، أنا ما دا أناقش الأسباب الهجومية لو الدفاعية لو المؤامرة لو ما أعرف شنو. أنا مو شغل المخابرات بذاك الوقت. أنا دا أقول لك صارت فتوحات لو ما صارت. إذا قلت لي إيه مثل ما أنت هسه قلت لي إيه أقول لك خلاص. إذا الخليفة الأول لما قاتل بجيش المسلمين، الخليفة الثاني وفتح بلاد فارس باعتبارها هاي سنة نبوية يقول لك أنا، والدليل إنه قاتلوا ويا عزيزي أنا بجهاز المخابرات أنت ما تعرف هاي السوالف، أقول لك ماكو جهاد دفاعي. أنا بالمخابرات. لا يا شيخ فلا أول شيء كثيرا علي الخليفة الثاني ما قاتل اخوي، ما قاتل الخليفة الثاني عبيد الله زين الثقفي وين قاتل فارس من فتحها ابوي عمي عبيد الله الثقفي وسعد بن ابي وقاص لا هو كان خليفة المسلمين. يا خليفة المسلمين وين صار خليفة المسلمين؟ وين صار خليفة المسلمين؟ علي اسمح مو هذا طبعا في التاريخ محمد التاريخ يعني انت اليوم تقدر تقول ان عمر مو هو الخليفة الثاني؟ بس لحظة هذا الحدث برؤيتين، مرة تجي تنظر له منظور تاريخي ومرة تجي والثاني وحتى الثالث هو إبعادهم عن محورية المدينة ومكة، ومن خلال شنو؟ من خلال الفتوحات. هاي مسألة، وخصوصا أنه أغلب الصحابة الأوائل هم ما بايعوا، من ضمنهم ابن عباس وغيره. هاي من جهة. من جهة ثانية الطمع بالأموال. أنت تدري حتى في قضية عرش كسرى وما شابه اللي يسموه عرش كسرى، من تم أخذه وتوزيعه كغنائم. بالنتيجة كان عاملين أساسيين، العامل السياسي هو إبعاد الصحابة وإشراكهم في معارك وإنهاك الجيش الإسلامي. هاي من جهة. من جهة ثانية المطامع اللي لما شافوا بأنهم هم جاي يذهبون إلى مكان ويأتون بالأموال والغنائم والسبايا وما شابه، فكان أكو دافع للعربي اللي هو عايش على قولتنا فقر، حسر عليه الماء حسر عليه الأكل، يجي للعراق يجي للشام يأتي بهاي الأموال والنساء وغيرها، فكان أكو دافع مادي اقتصادي. هذا السبب الرئيسي اللي هذا كان الإمام علي ما يقبل. وكانت القضية أنه إذا كنا نريد نشر الإسلام فننشر من خلال التبليغ، من خلال إرسال المبلغين
وأيضا إذا اعتدوا علينا فنعتدي عليهم. أما أن نبادر بهجومي بجهاد هجومي، فإحنا بالنسبة لنا الجهاد الهجومي لا يكون إلا بإذن المعصوم، وإذن المعصوم غير متوفر في وقته. أعتقد واضح الكلام الآن. شوف هنا بس عندي سؤال. هذا الجيش العرمرة اللي عدده مئات آلاف الجنود، هذول كلهم كانوا يشاركون بالغنائم؟ كلهم كانوا يعني الفكرة مو عقائدية يعني؟ هيك السؤال يعني. لا أنا واضح كلامي، قلت إن الصحابة تم إرسالهم من باب فعل سياسي وليس فعل ولكن هم لما راحوا وشافوا المغانم وجيش الإسلام شاف المغانم قام يشارك، لأن من يرجع محمل بالأموال والنساء والأطفال. بالتالي هاي المسألة هي كانت الدافع الأساسي للمعارك. أما أنت تجي تقول لي كل هؤلاء، طبعا ماكو معركة يكون بها 120 ألف، لأن انتقالهم من مكة، هي مكة باقي 120 ألف لمن يروحون يحاربون. ولكن هذا من يروح يحارب ويدري بأنه هذا جيش حرم من المناطق تشارك. شنو تشارك؟ بعضهم يشارك لأنه يعتقد أن الجهاد وباب الجهاد، ولكن الأغلب هو رايح على قضيتين: قضية الدفع من خلال الخلفاء اللي يعتبرون هم الشرعية الإسلامية في وقتها، اللي إحنا ما نعتبرهم شرعية باعتبار علي بن أبي طالب موجود، وأيضا قضية الغنائم، وأيضا هم عندهم فكرة توسعة أرض الإسلام. بالتالي هذا العدد وكثرة العدد ما يحتج، وإن القرآن يقول وأكثرهم للحق كارهون وأكثر الناس لا يعقلون. فدائما الأغلبية ما يحتج بها على أنها حق يعني. احنا وصلنا لتبوك. جيش محمد جيش عرمرم رحم الله والديكم. طبعا هو هذا الكلام يعني به صحة، بس مثل ما قال سيدنا علي: كلام حق يراد به باطل. النبي ما فتح أي أرض خارج الجزيرة العربية. نعم صحيح، فتح مكة وفتح الجزيرة العربية الباقي طبعا كلها دخول سلمي، يعني هي صارت معارك بس الدخول كان سلمي. لكن لا احنا نتكلم عن هو المفهوم النبي يا حارث، وأذان من الله يوم الحج الأكبر أن الله لا، بريء المفهوم ونؤذن في الناس يوم باطل. الحج هسه انا راح الأكبر. اكمل يا طبنجة تفضل يا كبنجة، الحارث. انا راح اكمل كلام. لكن النبي عليه افضل الصلاة والسلام ارسل غزوات، غزوة تبوك وغيرها من الغزوات اللي راح يقول ذهبت لك الى صد ارض الشام. تجمعات الروم. بالضبط، وهي كانت الممهدة لفتح بلاد الشام ولغزو بلاد الروم. غزوة تبوك هو ليه وغيرها في القرآن كانت عطى مشركي العرب 4 أشهر فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. بالضبط. فصارت هي غزوة تبوك صارت من العام 9 الهجري الموافق 630 ميلادي. هاي الغزوة طبعا قبلها غزوة مؤتة هم كانت ضد الروم يعني ما أعرف، يعني هذا ما أعرف أنا منو قائل هذا الكلام، ما ميز الأصوات، لكن هذا كلام لا باطل. تعرفه. هو استنتج بعدم. هي الفكرة أن الصحابة سووا فتوحات وخذوا جزية. أعتقد يشبه صوته يشبه هو فلاح نفسه، لأجل أنه يبين لك أن واحدة من الثنتين: أما أن تراثنا خطأ وأن البخاري ومسلم جيد هو فلاح ولا غيره، أو أن هو الصحابة كلام باطل مجرمين يبقى باطل، على يعني قال هدى فلاح ولا قال غير هدى غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم. تفضل يا الحارث.
طبعا مو غريبة على فلاح للأمانة، يعني هو هذا التدليس يعني وحرامات، يعني هو متصدرك ومتصدرين أفضل منه. يعني أنا ذاك يوم أسأله سؤال، وحتى الأخوة موجودين، يعني مجرد سؤال يقول لي أنت تريد تستجوبني، وأنا سألتك سؤال، قلت له أنا قلت لك شيخنا، يعني المهم ما موجود الرجل. عموما فغزوة تبوك هي غزوة بعد عام من غزوة مؤتة. شوف الرسول أرسل غزوتين، غزوة ثم العام الذي يليه الغزوة الثانية، وهذا كان ما يريد فتح، يعني استشهد بها زيد بن الحارثة وهو حمل الراية وأبلى بلاء حسنا. ومنه بعدها حمل الراية؟ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، اللي هو طير من طيور الجنة، اللي قطعت ايده اليمنى وقطعت يده اليسرى، فحمل الراية بمنكبيه اللي هي يعني اللي هي شتافه، وظل حاملها إلى أن استشهد. ثم حملها عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه واستشهد. يعني شلون ينكر هذه الغزوات اللي أرسل بها الرسول إلى الروم التي مهدت لفتح الشام وفتح العراق، وسميت غزوة يا تبوك الحارث احنا مو سردنا لأن هي تاريخ، حدثت نعم. هو الرجل يقول لك هذه دفاعية، ما في هجوم، ما في انك تروح تفتح، انك تروح تفتح الصين. هذا الصحابة اجتهاد منهم، وانهم على هدي غير هدى محمد. يعني مثلا تجي تقول ما ان يخالف، الرسول قال امرنا نقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا يعني اله الا الله. غزوة تبوك، غزوة مؤتة وتبوك كانت دفاعية أستاذ المستشار. نعم، هو يقول انا بالنسبة لي المستشار هي يا غزوة حبيبي تبوك كانت يابا هو يقول شغله، يعني جاي ينقل التاريخ كما هو. غزوة تبوك ما كانت دفاعية، مو هو هي هو كانت وجهة نظر. الممهدة. طيب شلون لا دفاعية دفاعية تجمعون، كانوا يتجمعون الفرس وهي الروم حتى حدت بأرض الشام يا طبنجة بالضبط. إذن هي لم تكن دفاعية، هي كانت هجومية استباقية. هذا بالسياسة يسمى هجوم لأنهم استباقي. عادين. طيب الصين لا هم ما حاربوا الإسلام ولا شيء وقتها، وراحوا خذوا منهم جزية. هي بس أنا ما يهمني. شوف أنا جاي أتكلم الآن عن الغزوة، منو قال لا شنو أنت قال، المفروض إنك ما يهمني. تشاركنا ترد على المخالفين. يعني أنا بالنسبة لي أمن في حد الردة وأمن في الفتوحات الإسلامية، أعتقد في هذا الأمور. طيب نعم. طيب هو منو طبنجة هو منو أنكر هذا الشيء؟ الآن احنا جاي صاحب نتكلم عن التسجيل غزوة أنكره. تبوك. اسمع أنكر إيش؟ أنكر ما في فتوحات إسلامية، إنك وقاتلوا الذين يقاتلونكم لا ولا إله إلا تعتدوا الله. إن احنا الله لا الآن يحب جاي نرد المعتدين. عليه بغزوة قام بها الرسول يا طبنجة. الآن جاي نرد عليه، بس افهمني. يعني غير وراح الرد يعطيك ونشوف حجة هل هي غزوة ضعيفة يا الحارث. راح إيش؟ تقول لك كذا، راح تقول لك كذا، راح يقول لك لا. راح يقول لك هذه دفاعية وليس هجومية، انك ما راح انه يفتح. ما قال لهم افتح شلون الشام، دفاعية وهي صارت بأرض الروم؟ شلون دفاعية؟ لانهم كانوا يتجمعون، فراح لهم في عقر دارهم يدافع عن نفسه. جيد، هم يتجمعون 200,000 يروح لهم ب 3000 يدافع عن أرضه. صدق تحكي طبنجة؟ هي أصلا هذه الفرقة اللي 3000 كان النبي عليه أفضل الصلاة والسلام كان يعلم أنه هذه الفرقة راح تسوي شيء. وحتى من تناقلها الذهبي، الإمام الذهبي قال هي الممهدة لفتوح الشام، هي الممهدة لفتوح الشام، لأن ما كان ينكر منها غرضين. الغزوات. أول شيء اسمع الغرض من غزوة تبوك مسألتين. المسألة الأولى تبيان حال الروم وتشكيلاتهم العسكرية،
والغزو والمرحلة الثانية أصلا كانت فقط رؤية كانت الخوض، يعني هم صاروا قريبين من الحدود الإسلامية، بس ما كانت عندهم نية غزو، ما كانت عندهم نية غزو الروم، ومع معرفة ذلك من المسلمين إلا أنهم خاضوا المعركة ضدهم. هي كانت يعني وهذا هذه الغزوة طبعا هي غزوة تاريخية، وقلت لكم هذا أعظم انسحاب تاريخي أثناء السير قاصدين تبوك. شوف يعني وهي جهز المسلمين الرسول وإلى آخره، ونزلت الآية يا يعذبكم أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء. شلون راح يرد السيد بهاي الغزوة؟ هي مثل بعدها انتهت. فالفتوحات طبعا محمد باقر الصدر بكتاب صفحة 40، أي واحد يقدر يروح يفتحها، يذكر الخليفة والثاني هم نشروا الدين. شو اسمه المعصوم، وقاتل بدون موافقة المعصوم. لا مو هنا اللي أرسل، يعني هي هاي ما للأمانة ما تلزم الشيعة، لأن هاي المعصوم هو اللي أرسل الرسول، فهنا الأمر بيد المعصوم الرسول. لا أخوي هو نحكي معركة القادسية، هو وين جعفر الطيار وين وقع؟ كان الرسول ما موجود. لا استشهد بمعركة تبوك. بمعركة تبوك. زين هذول اللي انقتلوا ذول انقتلوا بالقادسية شنو؟ نعم جاوبني اخوي، هذول انقتلوا بالقادسية شنو؟ نعم اللي انقتلوا بالقادسية شنو؟ ذول اللي انقتلوا بالقادسية الصحابة. اي ادري شنو يعني، هم طالعين بدون امر المعصوم. بس هو السؤال يعني؟ استاذ عمار، الفتوحات ليش ما استاذ حارث حبيبي، هو من المعصوم؟ اخوي اني ما ادري من المعصوم. اني سمعت شيخ معمم هسه بالتسجيل اللي شغل ابو عمشه، سمعت شيخ يقول ماكو فتوحات اسلاميه، يقول انا كنت بالمخابرات وماكو فتوحات اسلاميه. تمام؟ وذولا طلعوا وراحوا قاتلوا على مود يجيبون سبايا ويجيبون فلوس وغنائم. بالضبط، يعني وبدون موافقه المعصوم. زين هاي الخنساء خطيه انطت 4. بس اسمعني حارث، هاي الخنساء بس اسمعني يا اخوي، هاي الخنساء انطت 4. ذولا شنو الاربعه اللي انطتهم الخنساء؟ انت تسال سؤال، قول منو كان المعصوم بهاي الغزوه او الفتوحات؟ راح يقول لك علي بن ابي طالب. فقل له هل انكر علي بن ابي طالب على الذاهبين للفتوحات
راح يقول لك يجاوبك لا، قل له لا إذن لا إذن عزيزي، الإمام قصر عزيزي بفعله بالتسجيل يقول الإمام قارئ. قصر حبيبي فعله ضد حبيبي هؤلاء. حارث بالتالي فهذا شغل السؤال اللي احنا نطرحه. حبيبي حارث ابو عمشه مش يقول الامام علي قابل صحيح ان هاي الخنساء المعصوم طلعوا انهم موضوع دزهم يقاتلون يجيبون سبايا وغنائم. لا ما لك شغل بحكي عمي ابو عمشه سجل، عمي ابو عمشه خليني سجل هذا من جديد. بس اسمح لي بكتب الشيعة. هذا منين جبته معاذ ابو عمشه فتنه بهاليوم؟ لا شنو من جبت؟ انا عندي اشكال الوان. عمار ترى ما لك حق تسالي السؤال. لا يا اخوي مو هسه راح يسوي لنا فتنه هذا يعني. هسه نظل يصافن. انا مو عربنجي خوش. هسه نظل يصافن هذا مثنى خطيه. هسه حتى الجسر اللي هنا المسمى باسمه همينه زباله. النوبه يطلع هو كان يقاتل على مود الفلوس والغنائم. والله خبلانه. اسمع خلي شغله. اسمع عمار الله يخليك. اسمع لا تركضنا. والفتوحات اللي صارت بزمنهم الدليل انه جيش المسلمين قاتل وياهم باعتبار اكو فتوحات كانت سابقه ما صار لها 20 30 سنه زمن الرسول. يقدر اي واحد من الخلفاء الاول والثاني وحتى الثالث هو ابعادهم عن محوريه المدينه ومكه. والفتوحات اللي صارت بزمن لا شلون ماكو فتوحات بزمن الرسول؟ لا ما فتوحات بزمن الرسول. شلون ماكو فتوحات؟ يعني فتح خيبر هذا مو فتح؟ لا هم حاربوا الاسلام. راح بغض النظر عن الاسباب شيخ فلاح. فرق بين فتوحات يعني جهاد هجومي. يعني ناس قاعده ببيوتها والطب عليهم اسلم تسلم لا قتلك لا تدفع جزيه. زين حارس سمعت؟ ايه سمعت. يقول لك دزهم يلهيهم عن ابو عمشه سوي ميوت فدوه. دزهم يلهيهم عن المدينه. مو قلت لك هذا كلام باطل لان بكتب الشيعة سيدنا علي بايع عمر بن الخطاب. وين اجبر على البيع؟ حارث صوتك بصدى تدري سماعاتك. لا انت بالاضافه قلت يعني بكتاب سيد الصدر شنو كان عنوان الكتاب؟ يا اخويا مو هذا يقول انا حتى تلاميذ سيد الصدر. اي مو هذا ساقط. هذا يحرف الدين. هذا لا رجاء بدون تجاوز فدوا لعينك. انا اردت افتهم السالفه. انا هسه صار عندي ايراد. عمي رحمه والديكم ما دا افتهم اني هسه احنا شنو؟ احنا محتلين محررين فتوحات اسلاميه جينا شنو ناخذ غنائم وسبايا. فهمونا عمي. يقول لك يجي هذا العربي كاتله جوع ويلقي فلوس واكل ونسوان وهاي ياخذن ويرجع بيه. شنو هاي شكو؟ فهمونا عمي شنو السالفه؟ وهسه من يجي يحكي الملحد يقولون ها حكي على المسلمين. يا مو هسه ما يابا هذا الكلام خويا الحارث. انت تقول اني قارئ التاريخ. تعال فهمنا عمي. انت مو تقول انا قارئ التاريخ. خويا التاريخ هذا بانه المسلمين على حق لو المسلمين مثل ما هذا قال الشيخ المعمم. فهمنا هاي خطيه الخنساء لقت اربع شباب. هاي معارك تم نشر بها الاسلام وتم السيطره بناء دوله قويه. ويقول لك المعصوم مقابل يا اخوي.
هو هذا الكلام مو صحيح. المعصوم هنا كان مبايع سيدنا عمر. لا عمي يقول لك الصحابه مبايع ما الخليفه الثاني. بس اسمعني حارثه، هنا التسجيل واضح يقول لك هم اصلا ما مبايعين، فلهذا يابا راد هذا كلام كذب. هذا جاي شاف الرجل السائل عامي وقعد يدلس عليه. هم قالوا انه سيدنا بكتبهم، اقدر اجيب لك الادله انه ابو علي بن ابي طالب بايع ابو بكر وبايع عمر. فشلون ما يرضى على الفتوحات وهو بايع؟ اذن هو اللي خدع الناس حسب كلام فلاح القريش، هو اللي خدع الناس. كان المفروض يعترض على الفتوحات. يا معود حشاش شنو السالفه عمي؟ ايش بيكم انتم؟ صدق كذب؟ انتم تتعاركون بيناتكم عمي، انتم تتعاركون بيناتكم تطلعون الائمه والخلفاء كذابين. يابا اسمع شنو هاي عمار؟ انا قلت حسب كلامه وهذا كلامه باطل بحق سيدنا علي. هذا باطل الكلام، هذا اللي قلته. انت تليمي ولا تفك حلقك؟ هسه يقول لك انت تليمي وقاعد تسولف. هسه انا راح احط لكم الصوره مال كتاب فدك بالتاريخ. هاي مال من الكتاب؟ مال سيد صادق الصدر لو محمد باقر الصدر؟ محمد باقر الصدر. هو دارس الامام محمد صادق الصدر. طيب الان بهاء الحارث، نعم، شنو الفرق بين، يعني ما اعرف، يعني هاي هم بها ولا طائفية انه الشخص يقول عليه السلام ورضي الله عنه، يعني اكو خلاف بهذا الموضوع؟ لا ما احنا اهل السنه نقول عليه محمد بدر هذا الشخص اللي تحت هو كان ايضا يعني من ضمن هذا الحوار، وقال له يعني للانصاف قال له لا كان اكو فتوحات، قال له الفلاح القريشي. مو هسه هم قام يعترفون بطروحات محمد بدر يا عمي. قلت البارحه حتى نزلوه من الروم. اي بس انا يعني حسب ما شفت يعني واحد يحكي حق الله قال له لا اكو فتوحات، رد عليه قال له اكو فتوحات بزمن النبي. رجع فلاح القريشي قال اصلا فتح بلاد فارس هي عباره عن هو قال انا بالمخابرات مو؟ نعم اي قال انا بالمخابرات ماكو فتوحات. اي بس يعني هي هاي مال فتح بلاد فارس يعني يعتبروها طمع وفقر. اي يقول لك هذول انا بس خطيه هاي الخنس يعني هاي الخنساء. يعني تخيل انت الخنساء هسه ورا ما ادري 1400 سنه ما ادري 1300 سنه على مود الفقر ولدها ما ادري شنو امه ما ادري شنو هذول ولدها على الفقر اربع انطت. السلام عليكم. على مود الطمع والفقر. هذا همين صعد هسه راح يقولوا سني وانزل وانت تحكي ما ادري شنو. بس عندي استفسار، الحارث موجود؟ الحارث تسمعني؟ نعم موجود، جاي يبحث عن الحارث بوقت الفتوحات كم كان عدد الصحابة الموجودين؟ آلاف. اكو واحد من هذول الآلاف اعترض على الفتوحات؟ ولا واحد، لا ولا واحد، يعني آلاف مؤلفة ما اعترضت على الفتوحات. اي حبيبي ما كانوا بالمخابرات. زين موضوع المخابرات شنو القصة؟ مشكلة اكو نقطة، المشكلة انت من تصير بجهاز امني لازم تكون بالحزب، فاذا يكون واحد بجهاز امني شلون ما يكون بالحزب؟ يعني هاي مثلبة كبيرة اذا فعلا هو كان بالمخابرات. لا بس انا اريد افهم انه فلاح القريشي شلون يعني فتوحات اسلاميه وناس ماتوا ويقول لهم هذول طالعين على مود فلوس ويجيبون سبايا وشافوا فلوس ونسوان على مود هاي. يعني فلاح القريش شو تحس؟ خاطر الله شو تحس؟ شكوا براسك. ما اعرف هذا البشر طبيعي. مخابرات براسه مخابرات. لا شاخط والله فلاح. خلص يعني انا بس سردتهم ما بقى عندنا رمز نفتخر به، والعباس ما بقى لنا رمز. هذا ليش القعقاع ليش؟ هذا القعقاع اللي كان يرعب
يرعب الفرس والروم، طلع الرجال طالع بدون موافقة المعصوم. هسه انا رايح يجيب اسمع فلوس وسبايا. عمار حبيبي اسمعني. هاي الصورة اللي خليتها لمحمد باقر الصدر بكتاب عنده، شي يقول أريد أن أقولها لكم يا أبناء علي والحسين وأبناء أبي بكر وعمر، إن المعركة ليست بين الشيعة والحكم السني، إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل، حمل علي السيف للدفاع عنه. اسمع يقول اسمع، منو حمل السيف للدفاع عنه؟ علي، إذ حارب جنديا في حروب الردة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر، وكلنا نحارب تحت راية الإسلام. شنو معنى هذا؟ والله أخي هنا صار الإيرار بعد أكبر. من حرب تحت رايته معناه هو بس مبايع. دقيقة، أوقف كينج تعال. لا شنو هذا حرب الردة كذب، هذول ما قبلوا ينطون فلوس لأبو بكر، طلعوا عليهم الجيش، قال لهم أنا أنطي لعلي ما أنطي لأبو بكر. شنو السكو هاي؟ هم نكروا الزكاة، نكروها. إيه مو هسه هنا يقول لك الإمام علي طلع يعني هو نكروا الزكاة ما قبلوا ينطوها لأبو بكر، قالوا ننطيها للإمام علي. أول الإمام علي شال السيف طلع عليهم كتلهم. عمي الإمام علي دي ينطوك زكاة، أنت شنو شكو؟ لا هم قالوا احنا طبعا الإمام علي عليه السلام شارك، إذا ما كان مشاركة فعلية في حروب المسلمين، فكان يخطط مع الخلفاء من أرض المدينة. كان يخطط. الحارث رحمة الوالدك أنت زيدت الإرار. هاي حروب الردة يقولون كذب، ماكو حروب ردة. هاي ناس نكرت الزكاة قالت ما ننطيه لأبو بكر، احنا ننطيه للإمام علي. تمام؟ نعم. زين الإمام علي شال السيف وراح قتلهم. هسه ما اعرف انا. ما اعرف. هو محمد هسه اني واحد الصدر يجي يقول لي عمي انا ما معترف، انا مثلا مدير بشركه زين واكو فرع لاخ للشركه، يقول لي عمي احنا ما ننطي الفلوس لهذا زين، ننطي الفلوس العمار. اجي عليهم اقتلهم، اقول لهم لا تنطون الفلوس لفلان، هم يريدون ينطون الفلوس الي. لا بس اريد اعرف انه شنو راي الشيخ قاسم ولايتي على هذا الكلام، انه فعلا كان تحرير بلاد فارس او فتح بلاد فارس كان عبثي. حارث انت طببتنا بغير مدخل، فدوى العينك رجعنا على معركه القادسيه، فدوى العينك. لو بعد رجعنا بسالفه بعد تعس، فدوى العينك. لا جاي ادور لك على الوثيقه اللي تقول انه هم يعني فتوحاتهم. حبيبي الحارث انت تعرف احسن المخابرات؟ فما تعرف احسن المخابرات. لا هو معروف. انت شوف فلاح هذا يعني مدلس، يعني معروفين. هو هذا يعني رأي. حتى الخوئي مدح الفتوحات، حتى المحدث الخوئي مدح الفتوحات. اما فلاح ما تحدث عن علم للأمانة، يعني ما أعرف. يعني المفروض يكون يعني يكون مثال للناقل الأمين. فأني الآن إذا انسأل السؤال بأمانة جاوبه بأمانة، ما أقعد أقول كذا وكذا وألف. لكن أعتقد والله أعلم حسب ما فهمت من الكلام، إنكار الفتوحات وجعلها أنه هي فتوحات دموية وهذا الشيء يرجع بسبب فتح بلاد فارس. حتى المسلمين ما يتغنون بهذا الفتح العظيم. يعني هو دا يدافع عن شو اسمه على مود شو اسمه شعبالك. هسه وصلت الفكره، دا يدافع عن شو اسمه على مود شو اسمه. يعني عمار انا راح اقول هذه المقوله واخلص يعني. ايه اطلع من عزه. ايه المقوله شو تقول؟ تقول هي مشكله
شخص أنت مسلم بسببه. يعني عمر بن الخطاب هو اللي فتح العراق وفتح بلاد فارس، وصاروا بلاد فارس والعراقيين مسلمين بسبب عمر بن الخطاب. بعدين ذول المسلمين اللي صاروا بسبب عمر بن الخطاب قعدوا يسبوه ويقولون فتوحاتك باطلة، لو مو فتوحات تقوم لا تعبدون النار. بس حبيبي هم سووا الأضرب منها، هم دزوا واحد يكتله يشوا أبو لؤلؤ أمنية. لا أبو لؤلؤ فارسي مجوسي. يعني شنو معناته؟ فوق ما لا دخلوا مو الإسلام هذا كتلوا. ما أسلم، مو أنت المشكلة. هذا أبو لؤلؤ أصلا ما دخل الإسلام. صدق والله. اي والله انا هو لا شنو يعني مسوي له مزار ويزوروا يا ربك؟ ماكو مشكلة خلي قلبك تشب. دقيقة اوقف، مسوي له مزار وقبة. اي مو هو مسوي له مزار غير الرجال فارسي مجوسي، هي بلاد مجوس. خويا المزار مكتوب عليه ايات قرآنية، انتم وين طبعا هو المجوس بدلوا صار من مسلمين الى مجوس مسلمين. ابو الدبل اكسلار. اوقف يا معود انه بطب ابن برر. لا اوقف ابو الحارث فدوى افتح المايك. احنا كل شيء متهمين من السالفه. تفضل حبيبي. لا العباس عليك مو مسلم ابو لؤلؤه؟ والله مو مسلم. لا شنو مسوي له مزار وايات قرآنية على المزار مالته؟ لانه يقتل المسلمين. بس دقيقة يا معودين، عوفوا قتلوا ما قتل. اوقف افتح المايك الحارث راح يعني ابو لؤلؤ من قتل سيدنا عمر بن الخطاب كان سيدنا عمر ساجد بالمحراب. عوف ما له علاقة طريقة القتل، ما اريد اعرفها. مو هو قتل مو بس عمر، قتل 7 من الصحابة. نعم بس اسمعني، هذا الشخص مو مسلم؟ لا مو مسلم. زين شلون مسوي له مزار ويزوروه؟ اتحدى اي شخص يثبت لي السعود اكو واحد جوز في فلاح الفيل يقول مسلم يعني. بس دقيقة معود، انا ما له علاقة. هنا الحارث يقول عن اختصاصي تاريخ. خويا يعني هذا ابو لؤلؤ انا مسوي له مزار ويزوروه، يعني لمن دا يزورون انسان مو مسلم؟ اي طبعا مو مسلم. لا شنو كاتبين على مزار مالته ايات قرآنية وما ادري شنو. يعني الخميني مسلم يعني مسوي له قبة. لا الخميني مسلم. انا عندي فيديو له يقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. مو بكيفكم انتم. شكليا ما لي علاقه شكليا ومو شكليا. شققت عن قلبه فما شققت عن قلبه. لا هو لا نوغل بالهاي الكلام، يعني نكفر العالم. شو علينا احنا؟ بس اني هذا ابو لؤلؤه، انت مسؤول الحارث عن كلامك بين هو مو مسلم. اي طبعا خل يصعد واحد يثبت لي. وهذول يزورون قبر مال واحد كافر مسوي مزار. نعم عدا على رجل عمي هذا بس اسمعوني، هذا اللي حرق القرآن يعني يمكن ما ادري من وراء هاي السوالف. والعباس ابو فاضل هاي الى مزار هسه يبنونه. لا هذا مو مبرر. لا مو مبرر خويا. اذا احنا الاسلام مالتنا هيك يعني تقول لي شو اسوي انا؟ لا هي تدري شنو؟ هي هاي روايات مختلفة الآن تنحل بالنقاشات العلمية، مو بحرق القرآن والتهجم على الآخرين والكذب على التاريخ. ما فهمت قصدي. احنا إذا هيك موضوعنا وهيك سالفتنا، فهذول يعني يأخذون من هاي الروايات ذريعة لحرق القرآن. لا يعني هذا قصدي. أنا ما أشجع على هذا الموضوع. فهمت قصدي؟ يعني أستاذ العزيز السلام عليكم أستاذ عمار. اوقف يا معود. ابو لؤلؤ طلع مو مسلم يا معود. اوقف مسوي له مزار ويزوروه. اوقف يا معود. يعني هاي جديدة عليك انه هو مو مسلم. والله اول مرة اسمع فيه. يعني ترى مو جديدة هو انه هو مو مسلم، بس هو ما اعرف شلون دخلوا الاسلام، شلون سووا له مزار ما اعرف. اوقف يا معود اوقف. يعني اكتشاف جديد. انا اقول انه حتى يصير نقاش تاريخي محترم ونقاش يعني مبين به التاريخ. المفروض يكون مناظرات علمية
يسودها الأدب والتحاور حتى نوصل إلى نتيجة، لأن أي واحد يقدر يكذب على التاريخ ويدلس على التاريخ عادي. يعني هسه شو يقول لك؟ كان أبو لؤلؤ فيروز من المسلمين المخلصين كما صرح به علماء الأبرار، ولكن علماء أهل السنة حملتهم العصبة على توصيفه تارة المجوسي وأخرى بالنصراني، لأنه قتل خليفتهم عمر بن الخطاب، ولكن غاب عنهم أن عثمان بن عفان كان خليفة أيضا وقد قتل المسلمين، بل اشترك في قتله. هذا ما أعرف. جواد الحسن، السلام الله على الجواد. بس انت ما اعرف ايش تحكي بوعيك لو خارج الوعي. انا ما راح اجاوبك، بس اقول لك هالكلمه، انت بوعيك، اذا بوعيك يعني شلون مسلم وهو كان عبد؟ يعني كان عبد وكان عبد وهذا العلماء يعني شبه إجماع وتواتر على أنه أبو لؤلؤة ما كان مسلم، كان مجوسي، ويقال أنه كان يعني ولا لو كان مسلم ما كان عبد، ما كان صار عبد بن عبيد يعني. لا يعني هسه هم يقولون لا مسلم. أنا النوب عمي خلينا نعوف هاي السالفة، طببنا بسالفة عمي، خلينا نرجع على القادسية رحمة العباس، يعني طببنا بسالفة ما راح نطلع من عندها. هسه أنا واحد كاتب جو عثمان همين طلع ما أدري شنو، افترت على عثمان النوبة السالفة. عثمان ماخذ زوجات اثنين، ماخذ بنات اثنين من الرسول. خويا جو كاتب افترت علي، والله انه افترت على نسيب الرسول. خويا خلينا بالقادسية، خلينا بالقادسية. أصلا ما كان يصلي أبو لؤلؤ. خلينا بالقادسية فدول عينك، هسه هم ما اصلي. لا هو المقولة الشهيرة لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الحمد لله الذي قتلني على يد، الحمد لله قتلت على يد لم يركع، على يد رجل لم يركع لله قط. اقول لك يعني خلينا نحكي صراحه ابو عمشه، يعني واحد قاتلني تريدني امدحه او ما امدحه، واحد داچني تريدني امدحه. هو ليش قتله؟ اي مو انت تقول تستشهد بكلام عمر بن الخطاب، واحد داچه شو يقول عليه؟ خاشادمي. تمام بس حسن الفاظك. لا هو مو سأل يا عمار، هو سأل من ضربني؟ ابن عباس اللي هو ابن عم النبي قال له أبو لؤلؤ المجوسي، فقال مقولته الحمد لله الذي لم يبتليني بأحد قتلني يقول لا إله إلا الله محمد رسول. يعني مو هو اللي بدأ قول عنه أنه هو مجوسي. تمام. نعم هو أصلا لو قتل عمر بن الخطاب ما يخرج من الإسلام، يعني ما نقول عليه كافر، لكن هو أصلا مجوسي مو مسلم. اقول لك هو على اساس انتحار، فقتل عمر بن الخطاب ما يخرجه من الإسلام. سمعت على مو اساس هذا ابو لؤلؤ انتحر، صحيح لو لا؟ اي نعم ابو لؤلؤ انتحر، يعني يقال انه عبد الله بن عمر هو اقتص من عنده، ويقال لكن الارجح انه هو انتحر، والله اعلم. لا هو اجماع يعني تاريخي. الان انا جاي اتكلم عن اسانيد صحيحه متصله من علماء افاضل، من متصله الاسانيد بابن عباس. ابن عباس هو اللي جاوب عمر بن الخطاب من سأله، قال له من الذي قتلني؟ فقال له أبو لؤلؤ المجوسي. هذه الأسانيد الصحيحة ما حد يقدر يخطئها، وهذا ما تواتر على معرفته المسلمين. يعني حتى قبر الآن مرقد أبو لؤلؤ حديث مو قديم، ما كان معروف سابقا يعني، إلا انبنى أعتقد صعدونا محمد البدر هم مهتم بالتاريخ الإسلامي، بس صعدونا خلينا نفتهم السالفة رحمة للعباس.
طبعا واهلا وسهلا بي. انا دزيت لي يمكن دعوه. والله هو سؤال. هو خل يثبت اول شيء انه المرقد اللي مسوينه بجثه ابو لؤلؤه. هو قال شو وصل جثه الايران؟ من يقول هو المرقد هذا لابو لؤلؤه؟ يعني احنا حتى هاي مشككين بها استاذ محمد البدر. يعني قصدك وهمي؟ نعم مثل ما خضروات كافي. لا انا اقول انه هذا مرقد راح رمزي. انزل يعني رحمة للعب. هم اسمع عمار، هذا مرقد رمزي فقط، يعني ما يحتوي على جثته الحقيقيه يعني. لان هو هذا التاريخ يعني يثبت شلون وصلت. وسؤاله يعني سؤال محمد البدر صحيح، بس هذا يرجع عليه. الله المستعان. الصوت انتقل. الو اكو صوت؟ اي موجود. اي نعم. ف نرجع لموضوعنا. محمد البدر انا دزيت لك دعوه، وكل اللي الضيوف من عندي. نعم استاذ حارث. محمد البدر يقول بالشات انه قبر وهمي. قبر وهمي من منو؟ مال ابو لؤلؤ. مال ابو لؤلؤ. هاي بعد ما اعرف بيها. اي نعم صحيح. يعني هم يعني هو هذا اعتقد اللي بنوا قبر ابو لؤلؤ هو يعني مرقد شكلي او رمزي. واعتقد اللي تفاخروا به كفارسي، يعني هو هذا رمز فارسي طبعا. يعني مستحيل المسلمين يعني حتى الاخوه لا الشيعه شكو ما حاطين يبنون عليه قبر. ايات قرانيه معود. يا معود هسه اقتل يهودي ودفنه وحط عليه ايات قرانيه يصير مسلم يا اخويا؟ شنو هي كتابات. فحتى الشيعة هم يعني عمي نرجع معروف نرجع خطيه هاي الخنساء شو نسوي لها احنا؟ الخنساء بعد هاي هي تاخذ اجرها من السراق نفس ما قال. بثبات حرب ايران مو معتبرهم شهداء نفس. هسه ما له علاقه حرب ايران، ما له علاقه بالموضوع، لا فتوحات اسلاميه ولا هذا. زين بس انت عم تسولف لي هاي خطيه خنساء انطت 4 شباب، شنو مصيرهم بالسلاح؟ مو ليش خطيه؟ انت اللي خطيه عمار. يعني هي اعطت 4 شهداء 4 شهداء من ابنائها يا بدون موافقه المعصوم، وكتبت عليهم. هذا كلام فلاح يعني مو صحيح. هذا اعتقادنا احنا اهل السنه والجماعه ان هم في الجنان الان ابناء الخنساء اللي هي فلذات اكبادهم. هؤلاء المسلمين اللي اجتمعوا على عمر راحوا غزوا الارض وفتحوا الفتوحات ونشروا الاسلام بكل مكان بالعالم. ذولا منافقين. ذولا كانوا كلهم خويا كان كاتلهم الجوع راح يجيبون لقمه خبز ومي وفليسات. بالعكس هم كانوا يعني اغنياء. على فكره الشيء اللي حلال ياخذ المسلم هو اللي بارض المعركه فقط يعتبر غنيمه. اما ارض الغير مسلمين فهذه حرام على المسلمين. وبارض المعركه اذا تريد هو جندي ايش تلقى عنده؟ اقوى شيء تاخذ درعه وملابسه، يعني ايش تلقى عنده؟ فشنو هذا اللي يخليه يروح يضحي بنفسه على مود ياخذ غنائم بس؟ لا مو تقول وزعوا طاق كسرى ما ادري ايش وزعوا. نعم هاي طاق كسرى بعد ما خاضوا 70 معركه قدامها. اي مو وزعوا بيناتهم، ما وزعوها على الجيوش، وزعوها على كل المسلمين. وبوقتها وزعوا بيناتهم. هو يقول لا خلي ازيدك من حارث تكون خير مخابرات. رساله عمار رساله
قل له انت ليش كيف بس ليش جاوبني، انت كيف الحسين قبل بالمخابرات؟ ليش الحسين قبل شهزنان اذا بيناتهم وزعوها؟ انت كنت بالمخابرات؟ لا المنقبل دقيقه، اوقف مرة واحده عليه. تعال يا معود اوقف. من هو القبل؟ سيدنا عمر بن الخطاب اعطى وحده من بنات كسرى الى سيدنا الحسين وقبلها. تعال فلاح، تعال فلاح، تعال فلاح، تعال رجعوا بنات الناس. تعال. لا ما هسه احنا عوف فلاح، هاي رموزنا سيدنا الحسين وزوجاته يعني بعيدا، ما نستهزئ بهم، مستحيل. لا مو ما تقبل. اني كنت اقول لهم يابا انا اللي ادري بي الحسن والحسين قاتلوا في معركه القادسيه، فهل هم قاتلهم ولا ما قاتلوا؟ بس فهمني. الحسن والحسين ايه والله ما اعرف. مو قلت لك انت مو بالمخابرات؟ يعني لا يعني طبعا هاي لازم. يعني انا اشوف انه بالتاكيد هم قاتلوا، ولا ماكو لا واحد ما قاتل وما رفع سيف وتجي له سبيه او تجي لا له بس كانوا يعني الصحابه يعني سيدنا علي ليش يعني ما هسه الولايين اللي بالكلوب هاوس او الولايين الموجودين بالعراق ما ياخذ منصب او وزير او يكون يعني بمنصب ما اذا ما يشوفون شجاعته ويشوفون قوته لا ويشوفون هو تخطيطه. حتى وان ثبت ان الحسن والحسين لم يقاتلوا فذلك يعني انه سيدنا عمر كان يخاف عليهم، ما كان يرسلهم للقتال يعني. هاي بعد مبرر اخر. وهذا اللي احنا عندنا اهل السنه اللي هو منع سيدنا علي من الذهاب للقتال، لان كان يقرب منه ويخليه القاضي، كان قاضي المدينه. شباب لم يشتركا. انا بالنسبه لي اثق بكلام محمد البدر. محمد البدر يقول لم يشتركا، انا اثق بكلامه خلاص. ايه كان يعني سيدنا هذا ما يدل انه سيدنا عمر بن الخطاب كان يخاف على سيدنا الحسين من المعركه. يعني ممكن يطلع واحد مندس، ممكن ابو لؤلؤ الموجوسي موجود، من هالسوالف هاي، فلهذا السبب ما دزه. ممكن انه يموتون يستشهدون بالمعركه ويطلع لنا فلاح القريش يقول عمر دزهم متعمد حتى رحم الله والديك. فهي اكو ذكاء تاريخي بالموضوع. سلام الله عليك يا عمر. لا بس الاوجب انه كان قاضي المدينه، وانا ايد عدم ارسال سيدنا علي. كان سيدنا عمر يحتاج بالقضاء، هو كان قاضي المدينه. سيدنا علي كان القاضي بسيدنا بزمن سيدنا عمر. المشكله انه اكو روايه وذكرها قبل فتره الطالقاني، ما اعرف هي الروايه عندهم صحيحه ام لا. احنا عندنا صحيحه انه تخاصم عمر بن علي بن ابي طالب ويهودي عند عمر بن الخطاب. فقال فعمر بن الخطاب قال سيدنا علي يا ابا الحسن، وسيدنا علي قال له لا تناديني يا ابا الحسن، احنا الان امام قضاء. هاي ذكرها الطالقاني. فالطالقان فما اعرف انه شلون يقول له ابا الحسن وهو يكرهها وبيناتهم مشاكل. ما نعم كلام صحيح. نعم هو سيدنا علي كان من ضمن القادة اللي يخططون للمعارك من المدينة المنورة، وطبعا هو كان يقال والله أعلم أنه هو صاحب قرار تولية سعد بن أبي وقاص. ما يعني هذا بعد يرجع للتاريخ، الله أعلم بهذا يعني. طفر ابو عمشه.
هو فد استفسار الحارث، هو تفضل ليش أخوي. هو ليش كل شخص يعني شارك ضد الفرس يعني ولقن الفرس درسا طلعوه حاليا هو خارج عن الدين والشريعة والإسلام وطلعوه كافر؟ والله أنا بالنسبة لي ما أعرف شلون صراحة ما تعرف؟ يعني. غير امبراطورية عظيمة هدموها، إيه امبراطورية أعرف، كسرى بس يعني غير بس هي لا. فلشوها دمروها. الآن مو هي المشكلة، لو كان يعني المتكلمين عن هؤلاء فارسيين كان عرفنا، بس اللي تكلموا وطعنوا بالخلفاء وبالصحابة هم مو فرس، عرب. يعني أنا أحكي لك أول ما بدأ الطعن هؤلاء، فهذا اللي أنا ما أعرفه وما راح أعرف. لو كان فارسي كنا قلنا إنه عمر كسر ظهر كسرة وسحلهم سحل وسبى بناته، بنات أعظم إمبراطورية قامت للفرس، ما قامت لهم قبل هذه الإمبراطورية إمبراطورية. فأنا ما أعرف سي سهم تعال يا معوض. سي سهم السلام عليكم. تعال وعليكم يا معوض. سي سهم السلام، حي الله سيد سهم. الله يخليكم. أنا بس عندي مداخلة بعيد عن الموضوع، إذا ممكن تفضل بس تفضل. سؤال، هو يعني بعيدا عن المحتوى والموضوع وهيك شيء واسمه شباب، هو ليش يعني قبل لعبة الكلاسيكو تصير فد قضايا وفد تنافس وهيك شيء؟ ليش يعني؟ شنو سببها؟ يعني قبل فد مباراة معينة نلقى اكو فد شد واخبار، او قبل مثلا لعبة اكو ملاكمة برشلونة مثلا. اي يعني بس يعني مثلا اكو فد ملاكم راح يبارز ملاكم، يطلعوا لك لقطه لو يضربه لو يسبه لو شيء، وانت تقعد يعني تدافع، يعني تتوقعون ليش؟ يعني شنو السبب الغرض من هذا الموضوع؟ يمكن يسوون اكشن. لا أنا أقول لك ليش. أي حتى كل من يروح ينتخب ربعه سيد. حتى الشيعي طيب. يروح ينتخب فاحنا شو الشيعي، والسني نسوي؟ يروح ينتخب السني، ايه وترجع نفس المحاصصة فوق روسنا، والناس كاتلها الجوع والفقر والكهرباء ماكو، ونفس السيناريو دا ينعاد كل سنة، كل 4 بس سنين يضحكون زين علينا ليش نفس زين السالفة. ليش هاي؟ قرني. انا عندي غير سؤال سي سهم، ليش بس بالصيف هاي يصير بس السوالف؟ اكمل استاذ عمار، صار لكم ساعه فدوى اروح لك تفضل سيدي الله سيد، يخليك. تفضل كم تفضل سيد. سؤال انا عندي وناس. زين احنا من نجرب بهذا الطريق، يعني ما ننصدم من نفسنا، ما نقعد نقول لا يعني كافي لعب علينا سنه سنتين ثلاثه اربعه، ما نمل ما نجزع، ما نشوف اكو فد حوار دا يسوي مصيبه، ما دا يشوف اكو فد نقاش انه ممكن يولد لك مشكله واحتقان، ما يهجع ويقعد ويقول يا عمي شو اللي بهاي السالفه، اني خل اقعد واسكت، اذا انت متصور دا تخدم اعتقادك فانت دا تهجم. ما اتوقع والله، بس يمكن احنا حيل بينا، لان احنا نموت على هالسوالف لحد ما تولد علينا هيك شعور انه اني اقوم احب برشلونه وانت تحب ريال مدريد. سيد مو انت بالناتج هي لعبه، وبالناتج هي القضيه واضحه، اخذ من تشاء واختر من تشاء، فإن كان لديك كلمة طيبة فقلها، وإذا ما عندك كلمة طيبة فاصمت. مو صح الحارث أخوي؟ طبعا سيد سهم، أنا اللي أريد أقوله سيد سهم ممنون. إنه هذا النقاش أنا بالنسبة لي أتناول نقاش علمي تاريخي، أنا ما لي شغلة بالسياسة، دائما أقولها. أنا هذا النقاش اللي أقوله أنا ما يخدم أي طرف سياسي، هذا نقاش تاريخي باعتباري مهتم بالتاريخ. زين ليش هسه يلا انفتاح؟ ليش هسه يلا انفتاح؟ ما أعرف، أنا انسألت وجاي أجاوب مقارنة الأديان. أشكرك. اللي أريد أقوله هذا النقاش جائز، أما الفاسد والظالم فهو يجب عدم انتخابه حتى لو حمل القرآن على رأسه، يعني مو بس ساند أنت ليش مذهبه. متوقع لا، أنه أني العفو، أنه أني دا أقول لا؟ بالعكس أني كلش أحترمك، بالعكس أني أفرح من أشوفك تتناقش
وتسرد في الطريقة وعندك فد أسلوب كلش حلو. أنا على يقين أنت ما تملك فكرة سياسية العفو أو تملك الغرض منه أن تدعم جهة عن جهة، لا بالعكس. لا بس أنا مثلا قصدي أنت تدرك، أنا قصدي إنه خاف يستغل النقاش إنه أنا لا هو راح يشتغل حبيبي. اطمن الحارث حبيبي. هو مو راح يشتغل، هو تم استغلاله. بإرادتك. العفو حبيبي، بإرادتك نعم. أو مو بإرادتك، هو المتلقي دا يولد شعور داخلي. أنت دا تحكي بحسن النية وأنت ما تقول فد شيء، بس غيرك ممكن ينطق جملة يولد فد شيء عن طريق مو حديثك طبعا. لا احنا حتى نوضح سيد سام، حتى نوضح احنا انه لا يعني انا العفو الحارث، انا على يقين دا اقول لك انت انسان نقي. لا مو انا ادري بيك انت، بس انا جاي اوضح لغيرك، انا ما جاي اقول عليك. انا اللي اريد اقوله انه اني وعندي اصدقاء شيعة، احمد الربيعي، اني انطب سوا نروح نناقش المخالفين اللي هم ضد المسلمين، يعني المخالف للاسلام، ونقعد بروماتنا نناقش كسني وكشيعي عادي طبيعي، اعرض رايي ويعرض رايه، وبعد هو نقاش علمي جائز، يعني حتى بكل مكان بالعالم النقاش العلمي سواء كان ديني مذهبي جائز. هذا النقاش ما يبنى عليه اي متبنيات، لا يحلل شيء انت ببالك تريد تسويه اي شخص. لا انا الان كسني عايش بمنطقه شيعيه، اهلي وناسي واصدقائي كلهم شيعه، يعني معقول انه انا بهذا النقاش اريد اتعدى على مذهبهم واتعدى على عقيدتهم؟ ابدا، ولا راح اسويها حتى لو المخالف السيء من الطرف الثاني راح يسويها وياي، يعني بالاخير مقدساتنا الائمه مقدساتنا، ما نتكلم عنهم بسوء. وانا ارجع واقول انا عايش بمنطقه شيعيه، اهلي وناسي واصدقائي، ما عندي صديق سني. والله معدل انت، بس هاي ما يخالف تحملني هم سؤال هيك من باب الفضول. تفضل. يعني احنا دا نشوف احنا بالوقت الحالي يعني بصراحه عندنا ازمه بالكهرباء وعندنا فد وضع معين، بس يعني انحكى بالسالفه مره وتحولت المواضيع الى اكثر من قضيه، يعني قضيه الجامع، قضيه هي هاي المواضيع مال تلقى فد كم منشور بالفيسبوك ونجي احنا نتداوله هنا. بس نشوف قضيه الكهرباء والوضع اللي دا يصير هو يعني عليه ركود، مع انه هذا يعني هم موضوع مهم بالوقت الحالي المر اللي دا نمر به، يعني من وضع من حراره من جو. فيعني ما تتوقعون انه احنا يعني دا نسير على مود نحكي بفد مواضيع ونترك القضيه الاساسيه، يعني يتم تلهيتنا بما معناه. والله أنا أشوف التكلم بموضوع لا يعني إهمال الموضوع الآخر، بس هو كل لأصحاب الاختصاص، يعني يجوز أنا أفتح روم، يجوز أشارك بروم يتكلم عن الكهرباء، يعني وأشارك بروم يعني تاريخية. سيسام والله إذا عندك معلومات. احنا صار لنا 3 أيام، العفو يحكي سيد عمار، صار لنا 3 أيام ماكو واحد حاكي بهذا الموضوع، انه ايش صار، شنو القضيه، او شنو العقد اللي وقعوه بموضوع الكهرباء سيد، رجعوا لنا اياها ايران صدق. يعني هسه الوضع طبيعي، يعني مو مهم موضوع انه العقد. يعني انتم بالرماد عندكم كهرباء بها؟ لا استاذ، انا دا احكي على مناطق اهلنا بالجنوب، رجعت الكهرباء عندهم والامور طيبه. يعني ما لي علاقه، انا بالنسبه لي اهلي موجودين بالغربيه واهلي موجودين بالجنوب. انا اريد اعرف اهلي اللي موجودين بالغربيه مثل ما انا ما اعرف بالغربيه الكهرباء لو ماكو والله، بس انا على تواصل ويا اصدقاء من الناصريه يقولون رجعت الكهرباء. جيد. يعني ما اعرف كيفكم، بس انا اللي اتمناه انه يعني نعرف انه الاوقات هاي ليش تنثار بها هاي المواضيع، وما نكون احنا اداه. بس حشاكم طبعا، حشاكم. انا كل ثقه ترى امانه الله انا سيسام صعدت لين شفت